20 سنة ما تغيرت المكان؟ لا لكن ولا متر ما تحركت؟ والله ولا قدم واحد رجلي ما مشي. ولا نزلت في الارض؟ لا والله. يعني ما نزلت من السرير لك 20 سنة؟ لا لا ولا قدم ما مشيت. طيب وش الهدف؟ ممكن نستفيد حكمة احنا من عندك. لا لا. ها؟ والله يا اخي ما الحكمة ما اساسا. لكن ممنوع من النزول؟ ممنوع. من اللي منعك مثلا؟ لا. ليه مواضيعنا خفيفة. ممكن نستفيد. لا. ما تقول انا طالب علم؟ انا طالب علم يعطي خبره. انا طالب علم والله. لسه ما يعني زلت. يستغرب الواحد 20 سنة وانت على السرير هنا ما تحركت، تقول ما نزلت شبر واحد. والله الشمس والمطر وانت في مكانك هذا. عادي انسان طبيعي بشر عادي. طبيعي جدا. بشر عادي. بشر عادي. سبحان الله. حياك الله بارك الله. كيف وضعك مع الصلاة على صار لك هذا المكان؟ هي هذه عادي. كيف تصلي طيب؟ اي صلي طوال. صلي وانت مكان جالس. اي. ما لك رغبة تحج؟ ليه رغبة نمشي حل وطي ذاته كذا يقلل. كذا رغبتك ننزل في وطي ذاته. ما تقدر تنزل؟ لا بنقدر لكن ما تنزل. ما ننزل. ممنوع. ممنوع. ألغاه في اليم مكتوفا وقال له إياك. لكن ممكن انا بمسك يدك. شوف شو اسم الاخ؟ جمعة. يا اخ جمعة. نعم. بمسك يدك واقرا آية الكرسي وانزل معي. هذه قصة أنا ما ممسوس. طيب مش يمنعك ما تنزل؟ الله يخليك جدا. كأني تيمية. قال ما ممسوس. لا ما هو الله يغيك. أدب الحوار. هذا كويس. لا الدعوة والدعاء. نعم. لكن هذه طبعا نعم. أقول هذه من الأمور يعني المستغربة، أن الإنسان يسعى على سرير وما شاء الله شوف كتب عندك أطلب علم، تقول ما أستطيع أنزل. ما وجدت من العلم ما يحثك على النزول والحركة؟ والله المسألة ما وجدت لها مسألة حكم ما الشيء لا نزل ولا اعتكاف لا شيء تعليمات وما زلت أنا. تعليمات من وين يا شيخ جمعة؟ اللي بس ما لكن لو تعليمات كم 20 سنة ما تستطيع تخرج من التعليمات هذه الرقية الشرعية. وإذا خالفتها ايه اللي بيحصل؟ سليم العقل. يعني واضح انك سليم العقل. سليم. لكن من اجل ما تكون مكتوفة يعني مثبت. لا بأسحار وكذا. لا تعليمات جات لي بالحلة غصبا عنك تنفذها وهذا هو انا جيت هنا وما زلت منتظر التعليم. يعني بكره قال لك انزل تنزل. حسن قال لي انزل. بس انا يعني انزل مصدر التعليمات. بس فهمت انه مثلا في اولياء مثلا حكموك. والله اخذ ما دي خليها كده بس. ما هو واحد من الاثنين. صرحت لنا بقى جمعة. ما بيدي جمعة. ولو نزلت البحث شنو؟ والله يا سيدنا لو نزلت العقوبة شنو؟ لا تديني اعلام ولا شيء فضل. لا يا اخي انت ودوني اعلام يا جماعة. هذا الاعلام ما عارف. الاعلام ما عارفه وقتها. قلت لي لو نزلت البحث شنو العقوبة هنا يا شيخ جمعة؟ والله يا كيف فكر انا ما طبعا حاجة ما بعرف العقوبة التأجيل. هو سؤاله كالآتي بعد ما حكموك هل قالوا لك مثلا والله ان نزلت احنا هنعاقبك؟ لا يقطعوا كراعك يقطعوا البس. بس طيب جميل يا شيخ جمعة. انت من جهة التعليمات دي نفذت على اي اساس؟ ما هنا بنعرف التعليمات قبل خالفت عقوبتك في تعليمها. ايوه جميل يا شيخ كويس. زي شنو مثال تعليمات دقيقة يا عبد المنعم؟ اول اساسا اول حاجة انا ماسك اللالو الألفية طبعا لا اله الا الله. اي بعملها 70,000 أربع مرات في الليلة الواحدة 70,000 مرة. الصلاة على النبي بتفل واحدة في الله 70,000 مرة. هذه شنو استغفار ولا هذه؟ لا إله إلا الله. بعمل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله كويسين الله يرضيك. ان شاء الله طيبين. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بارك الله. هاي كذا جاب كثير مشاهد الله ومسائل. طيب بسألك يا شيخ الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنت تقول تعمل لا إله إلا الله 70,000 مرة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 20,000 مرة، وقال لك خفض العدد ده ما خفضته جاتك العقوبة هذه. طيب الله عز وجل أمر بالذكر المطلق، واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا من غير تقييد. نعم لكن والصحابة يا شيخ جمعة هل أنت ذكرت أكثر أم الصحابة؟ أفهمني. إيه؟ أنا ما زي الصحابة ولا قدر. طيب الصحابة اللي يتحملون ويجلسون أعطونا بصرة في الجسم. نعم. في الآية. أي هذه لكن ما في الصحابة. لا عارف. نعم. ما قصد لك يعني تفاوت
الاجسام البشر في البشر يعني. البشر تفاوت. نعم. كويس. حتى في العقل وفي الجسم. اي انا يمكن الشيء ده يقدر شيء نعم. يعني زي نعم ما عنده كهرباء زي ما نور. كويس ماشي ماشي. يمكن التخفيض ده العالم منا قدر منا. أي. طيب لكن قال لي خفضه يمكن يفوتني ساكت ولا لا الجهة لكن لا الجهه دي معناها لكن ما جربت نفسك أنت؟ بالنسبه قلنا نزل معي الحمى من إيش؟ لما عوقبت لكن لو أعانك بعض الإخوان وحملوك ما صحيح مجال. لكن جربت أحد قرأ عليك رقية الشرعية ربما تستفيد وتنتفع؟ لا يا سيدي انا لست ممسوس. طيب طيب. القراءة هذا ليست بالوضع. للممسوس فقط. القراءة ليست تنفع. للممسوس فقط. غير الموسوس انت غير الممسوس. لا حتى السوي السوي وليش؟ تحصين من باب التوسل إلى الله التحصن. أنا أتكلم مع واحد. التوسل الوسيله. لا التحصن الوسيله خليها بالتحصن بس. التوسل الوسيله التحصن بس بآية الله. قاعدة جليلة ها؟ هاي قاعده. هي يا شيخ خالد هي واحده. التحصن بالقران نعم التحصن ما هي ممسوس لكن تتحصن ممكن. انا قاعد اتحصن. عندك كرة قرآن قاعد تقرأ كل يوم. بقرا طوال كويس. بقرا ما تيسر. يلا انا قبل انت ما جاوبتني. نعم. طيب انا ما قلت لك ان احنا بنعرف انه بننفذ تعليمات الله. يعني ما جانا في القرآن الشيء جانا في السنة بننفذه. يعني ربنا قال لنا اقعد بنقعد. امشوا مشينا صحيح؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا امشوا مشينا اقعد. لكن ان جاء بشر زيي وزيك اداك تعليمات. احنا دايرين نعرف باي حق انت نفذت تعليمات البشر. احنا ما سالناك الجهه اللي امرتك. انت اذا قلت والله امرني الله لا ما امرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب امرك بشر عاديين باي حق انت اتبعت هؤلاء البشر العاديين؟ خلينا من البعض الناس التلفزيون اللي جاز الحاكم ده قبض الكلب شكل تقول لي باي حق مطيعه. لا ما كلبشني غصبا عني. ودي ما غصبا عني انا بقول لك شنو؟ يلا ما في قوه اعلى خلها على الظاهر خلها على الظاهر دع الباطن. لا هذه المسائل كلها كويس يا شيخ جمعه. ربنا من اسماء الظاهر والباطن. شيخ جمعه في قوه اعلى مني سببتني يا جميل. جماعه. احنا فهمنا في قوه اعلى منك سبلتك ظلما ما بتقدر تحكمها بالظلم. انا طالب علم يا جماعه على قدر حالي. طيب في الامر ده ذاته يا شيخ جماعه. نعم. في جهه عليا امرتك انك تعمل كلامك ده، وفي جهه اعلى منها امرتك بكلام مخالف لكلامك ده اللي هي جهه المولى سبحانه وتعالى. صلي، صوم، امشي، حج، يعني درس الناس، العلوم الشرعي، تصل ارحامك. دي قوه عليا، قوه الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا بقول لك مجبر. طيب لا حتى لو أجبرت. أمر الله ورسوله هنا. أمر الله ورسوله مقدم. بأمر الله ورسوله. أنا ما معترض عليهم، لكن أنا بقول لكم في قوة. طيب لو أنا أنا لو أجبرني إنسان من سبيل مثلا أذن المغرب. نعم. وأجبرني إنسان قال لي لا ما تصلي، وأنا أستطيع إنه أنفلت من الإنسان ده وأخالف. الواجب عليه شنو؟ الواجب أنت تنفلت الصلاة. أنا السراج أنا كان لاقي طريقة تفليتني من المحل ده. الله يقدرني عليها. طيب لا أقول لك الله حاجة. يقدرني عليها أن ينفلت. طيب الحاجة دي يا شيخ جمعه انا ما كان قربت اصل معك لحاجه. نعم. انا ما سالتك سؤال معين انه هذه الجهه انت قلت هو ربنا عز وجل امرك انك تصل ارحامك زي ما قال لك تمشي تحوك تصلي الى اخره. في جهه قالت لك لا تجلس في هذا المكان كويس. معناتها هذه الجهه ظالمه من خلف كلام الله صحيح. طيب هذه الجهه سالناك انت اذا نزلت بتعاقبك قلت الله اعلم. كده انت كده جرب وانزل اذا عاقبتك مستك باي سوء احتسب الاجر عند الله. لكن هل خذت تجربة النزول؟ هل مثلا يعني حاولت أن تنزل تجرب؟ ما أنا خالفت قبل كده العقد. وش قال جلد مثلا في المنام بالحلم يا شيخ في المنام. ايوه جلد في المنام واصبح مأموما. الحلم ما يبنى عليه حكم. لا يبنى عليه حكم. سيدنا يوسف بنى على احكام كيف؟ شرع من قبل. هذه نبي شرع من قبلنا؟ نعم. نبي. لا ما سيدنا ما قصص نفذها كيف الملك. بس هذا نبي. هل هو نبي؟ هذا نبي. نبي رؤياها الملك الرؤيا الصالحة. أرى 7 بقرات. الملك نبي؟ لكن أولد هذه الرؤية. الملك مالك؟ الأول منه نبي ولا ما نبي؟ أيوة. الأول نبي. نعم الأول نبي. والنبي وحي من عند الله. نعم. لكن تأويل النبي هذا شريعة. نقول أضغط أحلام رأى. ما سيدنا يوسف يقول له هذه خلي بالك معايا. نعم. يا شيخ جمعة. سيدنا يوسف كان